عليك أن تتخيل يا صديقي إن 41 سنة بيدافع، نص ملعب، وينج، هجومي. اللهم بارك، اللهم صل على النبي، على عبد الله السعيد. ربنا يحفظك ودايما نشوفك متواجد في نادي الزمالك بروحك، بأسلوبك، بعقليتك. انت قدوة ومثل أعلى لكل اللعيبة، لكل الشباب، لكل البني آدمين. انت قدوة لكل الناس. وأتمنى كلنا نقول لكابتن حسام حسن بعد إذنك كرم الراجل ده ووديه كأس العالم. أتمنى من كابتن حسام حسن مرة تانية يكرم عبد الله السعيد ويوديه كأس العالم، حتى لو مش هيلعب، حتى لو مش هيلعب. ده كابتن محترم، ده قائد زي ما الكتاب بيقول. لو ما ضربناش بعبد الله السعيد المثل، مين هنضرب بيه المثل؟ تكريم لكابتن عبد الله السعيد المشاركة في كأس العالم هتدي دفعة لكل الشباب إن لا تراجع ولا استسلام. ما تستسلمش. طول ما ربنا مديك النفس، وطول ما ربنا مديك صحة ومديك عقل سليم في جسم سليم، هتقدر تعدي كل المطبات، هتقدر تعدي كل حاجة. نبعت رسالة بعبد الله السعيد لكل الشباب اللي في مصر. يستحق انه يبقى موجود في مونديال كاس العالم، يستحق ان احنا نشوف مثال جوه الملعب. عبد الله السعيد حاجة تشرف، حاجة نفتخر بيها كلنا. اتمنى ان رسالتي دي توصل، وعبد الله السعيد نسمع عنه في كاس العالم.